النهارده أنا جاي أتكلم عن حاجة لسه حاصلة النهارده وهي رفع أسعار فاتورة النت. الموضوع بقى غريب شوية، يعني إحنا بنتكلم إنه لما جيت بصيت كده وعملت شوية سيرشنج على النت لقيت إن غالبا متوسط عدد الراوترز عندنا في مصر 13 مليون راوتر. ده متوسط، بنسبة كبيرة ممكن يكون زيادة، بس خلينا نقول 13 مليون راوتر. حلو حلو، ال 13 مليون راوتر لما جيت عملت برضه نفس السيرش لقيت ان متوسط الدفع الشهري ليهم من 350 ل 450، فانا خدت النسبه الاقل ال 350. طبعا ده ما بيحصلش لان في ناس كتير جدا، شركات وحاجات كتيره بتدفع مبالغ شهريه مرعبه على النت، فخلينا في حته المتوسط دي 350. ولما جيت بصيت على نقدر نقول مصاريف التشغيل بتاعه النت، لان زي ما احنا عارفين النت مش حاجه احنا بنشتريها، هي التشغيل دي يعني موظفين، ايجارات اماكن، صيانات، ابراج، كل الحاجات دي وسلوك والكلام الجميل ده كله برضه داخل في بند التشغيل. دي حاجات مهمه اكيد طبعا، لان من غيرها النت مش هيشتغل. بس برضه لما دورت وبصيت لقيت ان متوسط كل الكلام ده بنتكلم في 20 مليار جنيه سنويا على كل الشركات. 20 مليار جنيه. طيب حلو قوي، نيجي بقى نرجع للحسبه الاولى وهي حسبه ان انت دلوقتي بتدفع شهريا كمستهلك 350 جنيه، وده متوسط. ناس كتير بتدفع اكتر من كده وانا واحد منهم. طيب ده المتوسط 350 جنيه. تعالى بقى نشوف عدد الاجهزه من حسبه بسيطه كده. 13 مليون جهاز الاكتف دول نضرب طرفين في وسطين هيطلع 63 مليار جنيه. رقم عبثي جدا، بنتكلم في ربح 300%، 320%، 310 حاجه كده يعني. وده طبعا قبل غلو اسعار النت. تعال نبص بقى على البلان بقت عامله ازاي بعد ما غلوا اسعار النت. غلى سعر النت وزود لك 10 جيجا الطاقه الاساسيه اللي هي 140 جيجا. طبعا ده ضحك، يعني نقدر نقول غلاها 60 جنيه وزادت 10 جيجا، يعني الجيجا ب 6 جنيه. انا فاكر من كام سنه ومش من بعيد كانت ال 140 جيجا ب 140 جنيه، يعني كانت الجيجا بجنيه وما كانش عاجبنا وكنا بنطالب بنت غير محدود. فاحنا دلوقتي النت غلي وفي نفس الوقت لسه محدود، فالاسعار زادت وما حليناش معادله النت، فضلنا عند نفس النقطه. انا بصراحه مش عارف امتى الموضوع ده هيبقى ليه حل جذري، حتى ولو باقه كبيره انا مش قادر اعرف. بس هو للاسف شركات النت في مصر متبعه سياسه ايه؟ الخوف من فكره ان احنا نرجع زي زمان نشترك كلنا في راوتر واحد، لانه لو انليمتد ساعتها مثلا انا حازم عندي راوتر فوقيه كذا، عنده راوتر تحتيه كذا، عنده راوتر، فساعتها بدل ما يبقى احنا عندنا 3 راوتر لا هيبقى واحد نشترك فيه ونفتح كلنا بقى لان النت انليمتد. بس في حاجه اسمها سياسه الاستخدام العادل، بعد جيجات معينه انت بتستخدمها في الشهر النت بيقف عليك برضه، فيعتبر هو ليميتد بس بشكل مش بالخنقه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. وبس كده، اتمنى ما اكونش طولت، حبيت اوضح صوره بسيطه كده على الغلو اللي حصل. وشكرا جدا ليكم ولوقتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لي لايك وكومنت وسبسكرايب، ولو عايز تسالني اي سؤال اكتب لي في الكومنتات تحت. كان معاكم حازم، تيك فيو، سلام.